أكيميتسو أكاجامي كان شاب بائس عامل للستات بلوك من حياته كلها، مش عشان مش بيحبهم، لكن عشان خايف يطلع زي النساء زي أبوه. من وهو صغير أبوه كان بينصحه ما يرتبطش بواحدة بس، ويجري ورا أكبر عدد ممكن من البنات عشان عمره ما يحس بالوحدة. وأكيميتسو وقتها كان شايف أبوه أروش راجل في الدنيا، لحد ما الراجل خلع وسابه لوحده وسافر بره البلد يجري ورا الستات. ومع مرور السنين سمعة أبوه فضلت مطارداه، وبنات المنطقة بقوا يبصوا له كأنه مجرم عاطفي مستني أول فرصة ينقض عليه. عشان كده أكيميتسو قرر يمسح عار العيلة ويعيش حياته أعزب شريف، بعيد عن أي بنت ممكن تفعل الجينات الوراثية اللي جواه. وفي يوم وهو ماشي شوال رز طار فيه وخبطه في الحيطة كأنه اتضرب بقذيفة، ولما حاول يفهم ايه اللي حصل ظهرت قدامه بنت جميلة بشعر بنفسجي اسمها يوزوكي أوبا، شايلة شوالين رز كأنهم كيسين فشار. اعتذرت له وبدأت تطمن عليه، لكن جمالها خلى مخه يدخل وضع الطيران. أكيميتسو لحق نفسه وهرب بسرعة قبل ما الشيطان يستلم النوب، لكن بالليل فضل وشي يوزوكي اللطيف يطارده في أحلامه لدرجة إنه صحى مفزوع من النوم. ومن بعدها دفاعاته بدأت تقع واحدة ورا التانية، بقى يسرح في البنات ويوافق يخرج مع أصحابه، ومستواه الدراسي ينزل لحد ما أدرك إنه وقع في الحب من أول نظرة واتطبخ رسمي. عشان ينقذ نفسه أخد إجازة من الدراسة وراح معبد رشحه له عمه، ناوي يترهب ويقفل باب الفتن نهائي. لكنه أول ما خبط على الباب اللي فتحت له كانت يوزوكي نفسها. الراجل اتصدم لدرجة إنه وقع يتشنج على الأرض، ويوزوكي افتكرته بيموت وجريت تجيب مساعدة. وبعد شوية رجعت له بملابس خفيفة كاشفة جزء محترم من مفاتنها، ورحبت بيه داخل المعبد. أكيميتسو حاول يتماسك، لكن جسمه أعلن العصيان، وفي لحظة ضعف نزل على ركبته وطلب منها تتجوزه. يوزوكي اتفاجئت، لكنه دخل بسرعة يشرب شاي ويحاول يلم بقايا كرامته. ولأنه كان محتاج يهدي دماغه بأي طريقة خرج يدور على الحمام، لكنه لمح قطة واقعة في بئر حاول ينقذها، فانتهى بيه الحال هو اللي واقع جوه. وفي نفس الوقت كانت يوزوكي بتكلم الراهبة كيكي وبتقول لها إن العريس اللي المفروض تتجوزه وصل قبل ميعاده، لكن كيكي صدمتها وقالت إن عريسها الحقيقي واقف جنبها أصلاً. يعني أكيميتسو ده شخص غريب تماماً. بعدها ظهر أكيميتسو من البئر وهدومه متقطعة ووشه كله دم، فافتكرته يوزوكي روح شريرة. أختها تسوكويو وصلت، وأول ما شافته بالشكل ده صدقت إن المعبد اتهاجم من وحش. أكيميتسو حاول يطلب إسعاف، لكنه وقع بالغلط ومد إيده على تسوكويو، فطبعا أخد ركلة طيارته في الهواء قبل ما يقدر يشرح أي حاجة. وهو بيجري وراهم عشان يثبت إنه بني آدم، البنات خافوا أكتر، وفي وسط المطاردة دخل غرفة ميا كريستوف وخبط فيها فوقع فوقها مباشرة. ميا اتجمدت من الرعب لما لقت ولد راكب فوقها، بينما صاحبتها كاجورا كانت واقفة بتضحك بدل ما تنقذها. وبعد سلسلة ضرب وركل محترمة فقد أكيميتسو الوعي أخيرا. لما فاق كيكي شرحت للبنات إنه جاي بتوصية من عمه عشان يتدرب كراهب، لكنهم رفضوا وجوده لأن المعبد اتحول لدير راهبات وممنوع أي راجل يعيش فيه. أكيميتسو قرر يمشي عشان ما يسببش مشاكل، لكن يوزوكي لحقته وطلبت منه يبات الليل. ولما عايرته إنه طلب إيدها في تاني مقابلة بينهم اتصدم إنها فاكرة أول مرة شافته فيها، ووشه احمر زي الطماطم. لكن الصدمة الحقيقية حصلت لما عرفت اسمه بالكامل. أكيميتسو طلع ابن الراجل اللي عليه للمعبد دين 20 مليون ين. البنات كانوا عايزين يدفنوه مكان أبوه، لكن يوزوكي أعلنت إنه هيسدد الدين بجسمه. الكل اتصدم قبل ما توضح إنها تقصد إنه هيعيش ويشتغل في المعبد لحد ما يسدد الفلوس. تسوكويو وميا اعترضوا، فيوزوكي كسرت صخرة نصين بضربة واحدة، وفجأة كل الاعتراضات اختفت. وأثناء ما كانت بتفرج أكيميتسو على المكان اكتشف إن المعبد مفلس لدرجة إن التمثال الرئيسي متماسك بشريط لاصق، فوعدها إنه هيشتغل بكل قوته ويسدد دين أبوه. ويوزوكي ابتسمت له وطلبت منه يناديها باسمها من غير ألقاب. أكيميتسو اتحمس ومسك إيدها من غير ما يعرف إن باقي البنات بيراقبوهم ومخططين يطردوه قبل ما يقع يوزوكي في حب. الخطة كانت إن تسوكويو تغريه بمفاتنها، وأول ما يقع في الفخ يمسكوا عليه الدليل ويطردوه. البنات اختاروها لأنها صاحبة الجسم الأكثر فتكاً، لكنها اقترحت إن كيكي أنسب بسبب إمكانياتها الأكبر، إلا إن كيكي رفضت بحجة إنها راهبة محترم. وفي صباح اليوم التالي أكيميتسو صحى بدري وخلص كل شغل المعبد، وبعدها دخل يطبخ الفطار وهو فرحان إنه أخيراً رجع إنسان طاهر. لكن يوزوكي دخلت عليه بملابس النوم، ومفاتنها كانت ظاهرة قدامه من غير أي رحمة. خلايا مخه ماتت في لحظتها، وفضل باصص لها لحد ما الأكل اتحرق وراه. ولما خرجت انهار وهو بيزعق في نفسه لأنه استسلم لرغباته من أول صباح.
وهنا بدأت تستعد لتنفيذ خطة الإغراء بنفسها. أكيميتسو نادى البنات على الفطار، وتسوكويو كانت داخلة وهي متأكدة إن أكله هيكون كارثة، لكن أول ما داقت لقمة براعم التذوق عندها عملت حفل. اكتشفت إن أكيميتسو بيطبخ أحسن من بنات المعبد كلهم مجتمعين، وهو فرح إن سنين عيشته لوحده أخيراً طلعت ليها لازمة، وقرر ياخد رحلته في الراهبنة واحدة واحدة بدل ما يستعجل. لكن أول ما لف لقى تسوكويو واقفة قدامه بملابس صيفية خفيفة ومفاتنها بتلوح في وشه كأنها علم المعبد الرسمي. قالت له يلبس هدوم تقيلة وهو بيشتغل على أمل الحر يطفشه، لكنه شكرها بحماس لأنه افتكرها ملابس تدريب الرهبان. بعتته تنظف المعبد كله، فخلص في ثواني وخلى المكان بيلمع. اديته بعدها شغل إداري معقد، فمسك الكمبيوتر واكتشف مشكلة في النظام فور. ولما كل خططها فشلت، كيكي جابت خرطوم مياه ضخم وقالت إن ده بديل الشلال اللي المفروض يتأمل تحت. أكيميتسو وقف مستحمل ضغط المياه بكل ثبات لحد ما شاف يوزوكي راجعة بزي المدرسة، فساعتها كل تركيزه طار وافتكر إن الرعشة اللي جات له دي معناها إنه وصل للاستنار. تسوكويو كانت خلاص هتنفجر، فكيكي اقترحت عليها خطة أخيرة تخليه يقع بالجرم المشهود. بالليل أكيميتسو دخل يستحم بسرعة قبل ما يحضر العشاء، لكن لما فتح باب الحمام لقى تسوكويو قاعدة جواه، فرجع نط في البانيو كأنه شاف عفريت. سألها بتعمل إيه، فقامت تقلع جزء من هدومها وهي بتترعش من الكسوف. خطتها الأصلية كانت إنها تخليه يزحلق ويقع فوقها، وبعدها تدخل يوزوكي وتشوف المنظر وتطرده. ولما الخطة ما اشتغلتش حاولت تمثل إنه بيهاجمها، لكن توترها فضحها. فجأة رجلها اتزحلقت وصندوق تقيل وقع ناحيتها، فأكيميتسو نط ينقذها، وفي نفس اللحظة وقع صندوق تاني على دماغه، فخبط وشه في وشها واتسرقت أول بوسة بينهم غصب عن الاتنين. طبعا يوزوكي دخلت في أسوأ توقيت ممكن. تسوكويو زقته بعيد وحاولت تشرح، لكن يوزوكي قالت له ببرود يخرج من الحمام. باقي البنات احتفلوا بنجاح الخطة، بينما تسوكويو بدأت تحس بالذنب. بعدها دخلت على يوزوكي تسألها ليه بتتجاهلها، فاكتشفت إن وشها أحمر من الكسوف. يوزوكي اعترفت إن دماغها واقفة من ساعة ما شافت أكيميتسو من غير هدوم في الحمام، ومش قادرة تمسح المنظر من خيالها. ولما تسوكويو سألتها ليه وافقت يدخل المعبد من البداية، قالت لها إن أمهم كانت هتعمل نفس الشيء، وإن أكيميتسو واضح إنه فعلا بيحاول يتغير ويهرب من سمعة أبوه. تسوكويو فهمت إنها ظلمته وقرروا يروحوا يعتذروا له، لكن كيكي بلغتهم إنه ساب المعبد. لقوه قاعد في مخزن صغير غرقان في أفكار محرجة عن الاتنين. يوزوكي قالت له إنه لازم يتعلم يعتمد على الناس، وإن موقف الحمام كان ممكن يتحل بكلمتين بدل ما يهرب. بعدها تسوكويو اعتذرت له وادته 20 ين تعويضا عن سرقة أول بوسة ليها. رجع أكيميتسو للمعبد واعتذر للجميع، وبعدها وقف يساعد كوراجي في غسل الأطباق. كوراجي قالت له بكل براءة إنه ممكن يبص على البنات وهم بيستحموا، ويمكن يوزوكي تعجب بيه أكتر. أكيميتسو بص لها مصدوم، لكنها ضحكت وقالت إنها بتهزر قبل ما تخدعه وتخليه يفتح باب الحمام. فعلا شاف البنات في الداخل للحظة، وبعدها أخد علقة جماعية محترمة. وفي وسط الفوضى ظهرت ميا واتهمته إنه سبب خراب المعبد، ثم تحدته في مبارزة وقالت لو خسر هتحرمه من مصدر كل مشاكله نهائياً. البنات اتصدموا، لكن أكيميتسو تحمس لأنه شايف إن فقدان رغباته هيساعده يبقى راهب أسرع. تاني يوم بدأت المبارزة بالسيوف. ميا هجمته بضربة كانت هتقسمه نصفين، لكنه رفض يضربها. ولما هجمت مرة تانية حاول يوقف السيف بإيده، لكن هدومها اتقطعت واتكشفت مفاتنها قدام. ميا اتكسفت وحاولت تقطع رقبته، بينما أكيميتسو حاول يصدها، فانتهى به الحال ماسكها بالغلط. مخ ميا عمل إعادة تشغيل كاملة، وأكيميتسو كسب المبارزة. كاجورا سألته عايز يعاقبها بإيه، وفتحت له كتاب مليان عقوبات مشبوه، لكنه طلب الكتاب نفسه، بينما طريقة إشارته خلت ميا تفتكر إنه بيطلب، فهربت وهي مولعة من الكسوف. في نص الليل أكيميتسو فتح عينه فلقى ميا راكبة فوقه وبتقول له ينفذ عقابه فيها لأنها خسرت. وبعدها كشفت دفنت وشه فيه وهي بتأكد له إن كل ده مجرد حلم. أكيميتسو كاد يستسلم، لكنه لمح كاجورا واقفة بتصورهم. زق ميا بعيد وشرح لها إنه كان يقصد كتاب العقوبات مش جسمها. ميا هربت للمخزن عشان تستخبى وتتأمل، لكنها لقت أكيميتسو جواه وفهمت إن كاجورا رتبت الموقف. ولما حاولوا يخرجوا اكتشفوا إن الباب مقفول عليهم من بره، ومفيش معاهم موبايلات، ومحدش هيسمعهم لحد الصبح.
أكيميتسو قرب منها عشان يطمنها، لكن مايا رجعت لورا وهي بتقول له ما يقربش منها لأنهم دلوقتي محبوسين لوحدهم في غرفة ضيقة لليلة كاملة. أكيميتسو لاحظ مكتب غريب جوه المخزن فسأل مايا عنه. مايا قالت له إن ده مكتب نسخ النصوص البوذية، لكن بدل ما تشرح بهدوء هبدت وقالت إنهم بيعرضوا عليه رؤوس الناس اللي خرجوا عن تعليم بوذا. بعدها عطست من البرد فأكيميتسو حاول يديها البطانية لكنها زقته وصرخت فيه ما يقربش منها لأنها ممكن تدخل في المود لو قرب أكتر. أكيميتسو واقف مش فاهم هي تقصد إيه، بينما ميا استوعبت اللي قالته وبدأت تعيط من شدة الكسوف فغطى رأسها بالبطانية وسابها تحت. وبعد شوية طلبت منه ينسى اللي حصل هنا وكمان اللي عملته في أوضته، لكنه قال لها إن نسيان حاجة زي دي مش هيكون سهل. ولما سألها ليه كانت بتتصرف بطريقة مختلفة عن شخصيتها، اعترفت له إن طبيعتها الحقيقية منحرفة ومندفعة جدا وإن ده السبب اللي خلاها تهرب لليابان. عيلة كريستوف كانت غريبة، ومن وهي طفلة أمها كانت بتشجعها إنها ترتبط بمية راجل مختلف عشان تحقق تقاليد العيلة. وفي المدرسة ميا حكت لأصحابها بمنتهى البراءة عن حلمها إنها تلاقي مية حبيب، فبدل ما يشجعوها بدأوا يبعدوا عنها ويتعاملوا معاها كأن عندها مرض معد. لكن في يوم قربت منها كاجورا وطلعت دماغها مشبوهة بنفس الدرجة، فبقوا أصحاب وفضلوا يحكوا لبعض عن أغرب خيالاتهم. بعدها كاجورا أخدتها لمعبد ميكازوكي. ميا فرحت لأنها أخيراً لقت مكان محدش يعرف فيه اسم عيلتها، والأهم إنه معبد مخصص للبنات وما فيهوش رجالة، فافتكرت إنها تقدر تبدأ حياة جديدة وتسيطر على رغباتها. لكن كل الخطة اترمت في الزبالة أول ما أكيميتسو وصل وبدأ يقع فوقها ويمسك أجزاء منها بالغلط في كل مقابلة تقريباً. أكيميتسو اتأثر بقصتها وبدأ يعيط لأن حياتها شبه حياته بشكل مخيف. الاتنين بيحاولوا يهربوا من سمعة عيلتهم ومن غرائز اتزرعت فيهم غصب عنهم. ميا فكرت تسيب المعبد عشان تنقي عقلها، لكن أكيميتسو عرض عليها يبقوا شريكين تدريب وكل واحد يساعد التاني يقاوم أفكاره المشبوهة. ميا فرحت ووافقت، لكن كاجورا ظهرت فجأة واقترحت عليهم يطبقوا تدريبات كتاب العقوبات، والاتنين وافقوا بثقة. تاني يوم يوزوكي كانت بتنظف الساحة ولاحظت كاجورا بتصور من شباك إحدى الغرف. لما قربت لقت أكيميتسو وميا بيعملوا تمارين محرجة سوا فعاقبتهم فورا، لكن كيكي قاطعتها وذكرتها إن عندها مقابلة زواج مدبر مهمة جدا لمستقبل المعبد. يوزوكي وأكيميتسو جريوا بأقصى سرعتهم للمحطة، وفي الطريق شرحت له إنها ناوية تتخطب لراهب عشان تمنع إغلاق المعبد، لكنهم وصلوا بعد ما القطر اتحرك فركبوا دراجة، ولما تعطلت نطوا في عربية نقل وهم فاكرينها أتوبيس. يوزوكي بدأت تيأس، لكن أكيميتسو رفع معنوياتها وبطريقة شبه أفلام الأكشن وصلوا لمعبد ريوكوكو في آخر لحظة. يوزوكي شكرته ودخلت المقابلة، بينما هو حاول يبتسم رغم إنه من جواه متضايق إن البنت اللي بيحبها رايحة تتخطب لراجل تاني. داخل المعبد قابلت يوزوكي العريس المحتمل، راهب محترم اسمه كيجو. سألها ليه مستعجلة على الجواز، فشرحت له إنها بتحب معبد ميكازوكي وإن كل اللي عايشين فيه بقوا أهلها ولازم تتجوز راهب مؤهل عشان المعبد يفضل مفتوح. وفجأة شافت أكيميتسو بينظف الساحة بعدما إحدى الراهبات افتكرته عامل في المعبد، وبعد لحظات لقى نفسه قاعد معاهم على نفس الترابيزة، فقرر يساعد يوزوكي ويقرب بينها وبين كيجو. سأل كيجو بيحب يعمل إيه في المواعيد، فقال إنه بيحب السينما. أكيميتسو تخيل فوراً كيجو ويوزوكي لوحدهم في الضلمة فبدأ يغلي من جواه. سأله بيقضي إجازاته إزاي، فقال إنه بيحب رحلات الينابيع الساخنة، فخيال أكيميتسو راح لمناطق أسوأ. ولما سأله عايز يعمل إيه بعد الجواز قال كيجو إنه يتمنى يخلف 10 أولاد، فمخ أكيميتسو انفجر من كمية الصور اللي ظهرت فيه ونزل دم من بقه. بعد ما شالوه بعيد يوزوكي اعتذرت عن تصرفاته، لكن كيجو قال لها إن أكيميتسو واضح إنه قلقان عليها بجد. الكلام ده خلاها تحس بالذنب، فقررت تقول الحقيقة هي مش ناوية تتجوزه فعلا، وكل اللي عايزاه خطوبة شكلية لمدة 3 سنين لحد ما تتأهل وتبقى رئيسة المعبد بنفسها. كيجو رفض وقال إن معبد ميكازوكي حالته سيئة ومش قادر يخدم الناس، وإن إغلاقه ممكن يكون القرار الصح. يوزوكي حاولت تقنعه عشان أصحابها، لكنه قال لها بصراحة إن المعبد مش مستاهل الإنقاذ. هنا أكيميتسو دخل على الخط ونزل يترجاه يساعده. كيجو قال له إن إغلاق المعبد هيكون أفضل له شخصياً، لأنه هيقدر يسدد دين أبوه على مهله من غير ما يشتغل هناك. لكن أكيميتسو مسك هدومه وقال إن المعبد أنقذه مرتين وإنه مش هيسمح له يختفي. كيجو حذره إن حمل المعبد هيكون تقيل جدا على يوزوكي، فساعتها أكيميتسو قال بمنتهى الثقة إنه هيفضل جنبها ويساعدها مهما حصل. كيجو بدأ يسأله أسئلة شبه أسئلة العريس، هل هيدعمها وقت الفشل؟ هل هيشيل المسؤولية معاها؟ وهل هيفضل جنبها مهما كانت الظروف؟
وأكيميتسو جاوب بنعم في كل مرة من غير لحظة تردد، بينما يوزوكي واقفة ووشها بيحمر أكتر مع كل إجابة، لأن كلامه كان عامل بالظبط زي طلب جواز. في النهاية كيجو وافق على الخطوبة الشكلية، لكنه وضح إنه بس هيدي يوزوكي اسمه، وإن إنقاذ المعبد مادياً وإدارياً هيفضل مسؤوليتها. وبعد ما شكروه دخل غرفة تانية وقابل رئيسة المعبد أوبا، اللي سألته ليه غير الخطة وما أقنعش يوزوكي تقفل المعبد زي ما كانوا قال لها بصراحة إن أكيميتسو لفت نظره، وإن إصراره على حماية المعبد غير رأيه. وفي طريق الرجوع أكيميتسو كان طاير من الفرحة لأن المعبد مش هيتقفل، ويوزوكي بدأت عينيها تدمع من التأثر، فقامت مغطية وشه بإيدها عشان ما يشوفهاش وهي بتعيط. لكن لما وصلوا موقف التاكسي ملقوش أي عربية، وفوق ده كله يوزوكي اكتشفت إن رجلها مجروحة، فاقترح أكيميتسو إنهم يرتاحوا في أقرب مكان. ساعتها لمحوا فندق للحب قريب منهم. أكيميتسو حاول يتجاهله كأنه مش موجود، لكن يوزوكي بمنتهى البراءة اقترحت إنهم يدخلوا. وبعد ما حجزوا غرفة بدأت تسأله عن الحاجات اللي ممكن يعملوها هناك مع بعض، بينما هو رفض تماماً يكسر العهد اللي أخده على نفسه ويستسلم لرغباته. المشكلة إنهم بعد دقائق لقوا نفسهم قاعدين على سرير واحد في صمت محرج. يوزوكي قالت له يدخل يستحم الأول، ولما دخل الحمام فتحت التلفزيون وطلع قدامها برنامج مشبوه، فقعدت تتفرج بفضول. لكن أول ما خرج أكيميتسو قفلته بسرعة وعملت نفسها بريئة. ولما دخلت هي تستحم، أكيميتسو فتح التلفزيون بالصدفة وشاف اللي كانت بتتفرج عليه، فافتكر كلام كوراجي إنه أختها الكبيرة مش بريئة زي ما شكلها بيقول. غرائزه اشتغلت فوراً، لكنه خبط راسه في الحيطة وقرر يحمي يوزوكي منه هو شخصياً. ولما خرجت من الحمام لقت المنظر العبثي، أكيميتسو رابط نفسه في الحيطة بالسلاسل عشان يمنع نفسه من الاقتراب منها. يوزوكي غطت عينيه بنظارة غامقة، وبعدها نامت وهي مطمنة إنه مش هيتحرك من مكانه. تاني يوم رجعوا المعبد وتسوكويو وبخت أختها لأنها ما قالتش إنها هتبات بره. يوزوكي شرحت إن موبايلها فصل، وبعدها وهي رايحة المدرسة قالت لها بكل بساطة إنها قضت الليلة مع أكيميتسو في فندق للحب. تسوكويو حست بغيرة خفيفة، لكنها غطتها بالهزار وقالت لها إنها خانت خطيبها قبل ما يعدي يوم على الخطوبة. وبعدها حذرتها إن محدش لازم يعرف إن راجل عايش معاهم في المعبد، لأن المكان بقى دير راهبات، والناس لو عرفت ممكن تفقد ثقتها فيهم. وفي المدرسة تسوكويو كانت متضايقة لأن يوزوكي اتغيرت من ساعة ما أكيميتسو دخل حياتهم. أصحابها مانا ويوكي ظهروا فجأة وقالوا إن فيه إشاعة منتشرة إنها مرتبطة بولد. تسوكويو أنكرت فوراً، لكنهم قالوا إن ناس شافوها بتبوس شاب عند النهر وبعدين رجعوا سوا. أول ما وصفوا هدومه وقالوا إنه كان لابس ملابس المعبد، افتكرت بوسة الحمام مع أكيميتسو واتوترت. حاولت تبرر إن يوزوكي كانت موجودة، لكن الكلام أكد لهم أكتر إن عندها حبيب. وفجأة شافت أكيميتسو واقف تحت المدرسة شايل علبة الغداء بتاعتها، فهمت إنها نسيتها، لكن وجوده بالشكل ده هيكشف كل حاجة. فنزلت بسرعة وهي متنكرة، وأول ما شافته خبطته وجرجرته لعيادة المدرسة. لما فاق اداها علبة الغداء وكان هيمشي، لكنها منعته لأن الطلاب بره ممكن يشوفوه بملابس المعبد ويشكوا فيه. وفجأة أصحابها خبطوا على الباب، فتسوكويو خبته تحت الملاية وخلته يعمل دور رجليها وهي قاعدة على السرير. الموقف كان كارثي لأن أكيميتسو كان بيتحرك تحتها، ومانا لاحظت إن رجلين تسوكويو طولوا فجأة. بعد ما البنات مشيوا أكيميتسو سألها ليه سابت نادي الرماية بالقوس. قالت له إنها بس أخدت استراحة، لكنه عرف إنها بطلت عشان تساعد في شغل المعبد. اتزحلقت ووقعت فوقه في وضع مريب، وفي اللحظة دي أصحابها رجعوا وشافوهم فصرخت من شدة الإحراج. بعدها عرف أكيميتسو إن تسوكويو أصلاً دخلت نادي الرماية لأنها كانت معجبة بيوزوكي وكانت عايزة تبقى زيها، لكن يوزوكي سابت النادي عشان تركز في إنقاذ المعبد. فتسوكويو قررت تعمل نفس الشيء رغم إنها كانت بتحب الرياضة فعلاً. أكيميتسو خلص كل شغل المعبد وبعدها راح يقنعها ترجع للنادي. في البداية قفلت على نفسها، ففضل متعلق عند شباكها كأنه سبايدر مان على قد حاله لحد ما دخلته. تسوكويو قالت له إنها مش شاطرة أصلاً، وإنها بدأت الرماية بس عشان تقلد يوزوكي، وكانت شايفة إن أختها هي اللي تستحق تكمل لأنها أجمل وأفضل منها، وإنها ما ينفعش تستمتع بوقتها بينما يوزوكي بتضحي عشانهم. أكيميتسو أخدها تشوف يوزوكي وهي بتتمرن، وكانت رميتها سيئة بشكل مضحك، لكنه قال لها إن دي حقيقتها مش الصورة المثالية اللي تسوكويو رسماها في دماغها. ومع ذلك تسوكويو فضلت شايفاها أسطورة. يوزوكي طمنتها إنها مبسوطة وبتعمل اللي هي عايزاه، وقالت لها إنها كمان لازم تستمتع بحياتها، بل وطلبت منها تعلمها الرماية.
وفي آخر اليوم تسوكويو قابلت أكيميتسو بالصدفة وهو بيغير هدومه، فهربت بسرعة وقالت له من ورا الباب إنها قررت ترجع للنادي. شكرته وبعدها سألته ليه بيعمل كل ده عشانها. أكيميتسو قال لها إنه فاهم إحساسها لأن عيلته هو كمان سببت له مشاكل طول عمره، وإنه ببساطة عايزها تكون مبسوطة. تسوكويو سكتت للحظة وبدأت لأول مرة تبص له بطريقة مختلفة. لما أكيميتسو قال لتسوكويو إنه عايزها تكون مبسوطة قلبها دق بسرعة، فدخلت الحمام وقربت منه كأنها هتبوسه، لكنها أول ما شافت العلامات الغريبة اللي على وشه اتكسفت ورجعت في كلامها فورا. تاني يوم أكيميتسو راح نادي الرماية عشان يديها الغدا، ولما أصحابها سألوها مين ده تسوكويو اترددت شوية، وبعدها عرفتوا ليهم باعتباره واحد من عيلتها. الكلمة فرحته جدا لأنها كانت أول مرة تعترف قدام الناس إنه بقى جزء من المعبد فعلا. وفي الأيام اللي بعدها كوراجي كانت قاعدة في أوضتها بتكتب في مذكرتها عن التغييرات اللي حصلت من ساعة ما أكيميتسو وصل. افتكرت أول مرة قابلته فيها لما وقعت وهو لحقها ومسكها وبدأ وشها يحمر، لأنها حسيت وقتها إنها بقت ست كبيرة، ولو للحظات كانت شايفة إن وجوده قرب كل أفراد العيلة من بعض، وإنها طول ما هو موجود عمرها ما هتزهق من الكتاب. وفي الناحية التانية يوزوكي طلعت من الحمام ووقفت على الميزان لتكتشف إن وزنها زاد بشكل مرعب. عملت اجتماع طوارئ مع البنات وقالت لهم إن الميزان عليه لعنة بتخليه يزود الأرقام. تسوكويو الوحيدة اللي لسه عندها عقل قالت لها يمكن تكون تخنت، لكن يوزوكي أصرت إن الظاهرة بدأت من ساعة ما أكيميتسو جه. وقتها كل البنات فهموا إن أكل أكيميتسو اللذيذ هو السبب، قرروا يمارسوا الرياضة كلهم مع بعض، وتاني يوم بدأوا يعملوا تمارين غريبة ومحرجة من الفجر. لكن بعد يوم واحد أعلنوا فشل الخطة، فكروا يقللوا الأكل من غير ما أكيميتسو يعرف، لأنهم مكسوفين يعترفوا له إنهم اتخنوا. وفي نص النقاش كوراجي قالت إنها عايزاه يفضل معاهم للأبد لأنه بقى فرد من العيلة، وبعدين اقترحت على تسوكويو تتجوزه عشان يضمنوا إنه ما يمشيش. تسوكويو أحمرت، لكن كوراجي وضحت إن السبب الأساسي هو إنها مش مستعدة تخسر الحلويات اللي بيعملها. وفجأة دخل أكيميتسو شايل طبق حلويات يابانية، فكل خطط الدايت اترمت في الزبالة، والبنات هجموا على الأكل كأن الاجتماع ما حصلش. وبالليل كوراجي كتبت في مذكرتها إنها تتمنى أكيميتسو يستناها لحد ما تكبر عشان تحتفظ بيه للأبد. بعدها بكام يوم يوزوكي طلبت من أكيميتسو يضيفوا فجل مخلل للأكل، لكنه لاحظ إنها شايلة فأس وداخلة أوضتها. بص من الباب فشافها بتضرب حاجة بالفأس، فافتكر إنها فقدت عقلها وقرر يعمل لها أكلة مليانة بكل الحاجات اللي بتحبها عشان يحسن مزاجها. الصبح حضر وليمة ضخمة، لكن يوزوكي عدت من قدام الأكل من غير ما تنطق، وحتى لما دقت الفجل المخلل ما ظهرش على وشها أي رد فعل. أكيميتسو حس إن روحه خرجت من جسمه وافتكر إن طبخه باظ. بعدها لقاها واقعة في ساحة المعبد ورجليها مش قادرة تتحرك. طلبت منه يساعدها، لكن كيكي ظهرت وبدأت تضغط على رجليها، ويوزوكي تصرخ وتطلب الرحمة. وقتها شرحت كيكي إن يوزوكي كانت بتعمل تدريب ديني شاق اسمه تسوجيو، وإن السكوت وقت الأكل وتقطيع الحطب بالفأس وتحمل الألم كلها أجزاء من التدريب. أكيميتسو قرر يساندها، ولما كيكي عرضت عليه يتدرب معاها وافق فورا. ميا ظهرت هي كمان وأعلنت انضمامها لأن التدريب ممكن يساعدها تتحكم في رغباتها. بعدها عرفوا إن في مرحلة اسمها توكودو، وهي الطقس اللي بيخلي الشخص راهباً رسمياً. أكيميتسو اتصدم لأنه اكتشف إنه طول الوقت ده ما كانش راهب أصلاً، فكيكي حاولت تهديه بالطريقة الوحيدة اللي تعرفها وشدت رأسه ناحية صدرها، فالرجل ناسي الأزمة كلها لثواني. كيكي شرحت إن يوزوكي لسه ما بقتش راهبة رسمية، لكنها ناوية تخلص تدريب بياخد سنة كاملة في 6 شهور بس عشان تقدر تبقى رئيسة المعبد بسرعة. أكيميتسو اتحمس وطلب يدخل التحدي معاها، وميا انضمت لهم فبقوا ال3 فريق واحد. لكن كيجو وصل وفاجأهم بشرط جديد: لو يوزوكي ما خلصتش التدريب في 3 شهور بدل 6 هيلغي الخطوبة والمعبد يرجع يواجه خطر الإغلاق. تاني صباح كيكي جمعت المتدربين وبدأت التدريب الحقيقي. أول سؤال سألته كان لون ملابسهم الداخلية، ويوزوكي زعقت لها عشان تاخد الموضوع بجدية، لكن كيكي قالت إن هدف التدريب هو تصفية العقل لحد ما يبقى أبيض، وبالتالي لازم يلبسوا أبيض. لما ال3 قالوا إن محدش معاهم اللون المطلوب، قررت كيكي ببساطة إنهم يتدربوا من غير ملابس داخلية. ميا فضلت طول التدريب ماسكة
بإيديها ووشها مولع من الكسوف، ويوزوكي حاولت تقنع نفسها إن ده جزء من الطريق للاستنارة، بينما أكيميتسو كان بينزف من مناخيره ومخه بيقاوم الانهيار. وبعدها أخدتهم كيكي لساحة الرماية عشان يبدأوا جلسة تأمل. المطلوب إنهم يفضوا عقلهم من أي أفكار، وأي حد يتشتت هتضربه كيكي بعصاية على كتفه. والمشكلة إن أكيميتسو قاعد بين يوزوكي وميا، والاتنين بيتدربوا قدامه من غير أي حماية، ففرصة إنه يوصل لصفاء الذهن كانت شبه مستحيل. أكيميتسو دخل جلسة التأمل وهو متحمس، وقدر فعلا يصفي دماغه في ثواني. بعدها نقلتهم كيكي لغرفة الخط عشان ينسخوا النصوص البوذية حرف بحرف. أكيميتسو كان ممتاز في المهمة، وشرح إنه اشتغل زمان في مدرسة خط، ولما كيكي خرجت حاول يساعد يوزوكي لكنه لمح جزء من فتنافض لورا وخبط علبة الحبر، والكارثة إن الحبر وقع كله على المنطقة. ميا قربت بسرعة وقالت له إنها ممكن تنظفه بنفسها، وعينيها بتقول إنها مستعدة للخدمة زيادة عن اللزوم، لكن يوزوكي ضربت الاتنين بالعصاية قبل ما الوضع يتطور. وفي طريق الرجوع يوزوكي قالت لهم إنهم مش مضطرين يضغطوا على نفسهم عشانها، لكن أكيميتسو وميا أصروا يكملوا معاها، بل وأعلنوا بفخر إنهم اشتروا ملابس داخلية بيضة مخصوص للتدريب. فرحتهم ما طولتش، لأن كيكي قالت إن كل واحد هينام على حصيرة تتامي واحدة فقط. وتاني يوم التلاتة كانوا عاملين زي الزومبي من قلة النوم. كيكي قررت تكافئهم بتدريب مختلف، وبعد دقائق رمتهم كلهم مع بعض في ساونا واحدة. أكيميتسو وقع تقريبا من أول تانية، لأن يوزوكي وميا قاعدين قدامه بملابس خفيفة. وكيكي شرحت إن الهدف من التدريب إنهم يتعودوا على الجنس الآخر ويتغلبوا على الرغبات. يوزوكي شجعت أكيميتسو وقالت له إنهم لو ما استحملوش الموقف ده عمرهم ما هيخلصوا التوكودو في 3 شهور. فحاول يقعد بينهم ويتماسك، لكن إيده لمست يوزوكي بالغلط، نط بعيد فوقع مباشرة على رجل ميا. ولما حاول يهرب منها ميا طلبت منه يطفي النور، لكنه قال لها بهدوء إنهم لازم يبطلوا يعطلوا يوزوكي، وقرروا يقعدوا يتكلموا بدل ما يهربوا. كيكي كانت عايزاهم يوصلوا لحالة اسمها ماكيو، وهي إن الأفكار والرغبات المكبوتة تطلع أثناء التدريب وبعدها يتعلموا يسيطروا عليها. ميا اعترفت إنها طول الليل كانت بتفكر في حاجات مشبوهة، وأكيميتسو قال إن دماغه كانت أسوأ. ولما طلبوا من يوزوكي تعترف بأفكارها قالت بمنتهى الثقة إنها ما فكرتش في أي حاجة. الاتنين انبهروا وافتكروا إنها وصلت للاستنارة، لكن الحقيقة إنها من ساعة ما شافت جسم أكيميتسو في الفندق وهي مش عارفة تمسح المنظر من دماغها. وفوق ده كله بدأت تغير من قربه هو وميا من بعض. بعد التدريب كيكي قررت تديهم نص اليوم راحة. أكيميتسو ما كانش مبسوط لأن اليوم كان ليلة عيد الميلاد، وهو بيكره المناسبة بسبب أبوه اللي كان بيحولها كل سنة لمهرجان علاقات مع عشرات الستات. يوزوكي عرضت عليه يخرج معاها وقالت له إنهم هيعملوا حفلة في المعبد ويتبادلوا الهدايا. أكيميتسو كان خايف يبقى نسخة من أبوه، لكنه استمتع فعلا بالخروجة معاها. دخلوا محل أدوات بوذية عشان يشتروا سبحة، وهناك قابلوا ماري اللي بدأت تزنقهم بالكلام وتقول إنهم أكيد في موعد غرامي لأنهم خارجين سوا ليلة الكريسماس. يوزوكي نفت بسرعة، لكن وشها احمر لما ماري علقت إنها لابسة ومتشيكة كأنها خارجة مع حبيبها. وفي يوم الحفلة أكيميتسو قرر يرد جميل البنات، فجهز وليمة كبيرة بلحمة غالية حصل عليها من شغله القديم. كوراجي انبهرت وقالت له يتجوزها، فوعدها وهو بيطبطب على راسها إنه ممكن يفكر لما تكبر، بينما الباقي حذروها منه فورا. بعد الأكل جه وقت تبادل الهدايا. أكيميتسو كان مجهز هدية خاصة ليوزوكي، لكنه اكتشف إن النظام عشوائي وكل واحد هيسحب حبل ويوصل له هدية مش معروفة. ميا وقفت قدامهم وقالت إنها ممكن تقدم نفسها كهدية، لكن تسوكويو فهمتها إن مؤخرتها مش هدية كريسماس مقبول. أكيميتسو كمان رابط نفسه بالحبال وقال إنه مستعد يدي الفائز عضو من جسمه، لكن البنات أكدوا له إن محدش محتاج أعضائه المستعملة. كوراجي طلع لها جوانتي واتضح إنه هدية تسوكويو، أما تسوكويو فسحبت دمية خشبية اسمها كوكيشي وكانت من يوزوكي. أول ما شغلتها الدمية بدأت تهتز، فتسوكويو اتصدمت وافتكرتها لعبة للكبار، بينما يوزوكي كانت بتأكد إنها مجرد أداة عادية. وبعدها جه دور يوزوكي، فتحت الصندوق بتاعها ولقت جوه ورقة زواج رسمية. الكل اتجمد مكانه، وأكيميتسو نفسه حس إن قلبه واقف لأنه ما كانش عارف مين صاحب الهدية، ولا الورقة دي كانت مجرد مقلب، ولا حد فعلا ناوي يطلب إيد يوزوكي. ورقة الجواز طلعت هدية كوراجي اللي انهارت لأنها كانت نفسها أكيميتسو هو اللي يسحبها. وبعدها أكيميتسو وميا طلع لهم نفس كوبونات الهدايا، فكاجورا عرضت تبدل معاه ودته أسطوانة قالت إن عليها صور جريئة لمي. ميا خنقتها فورا، ويوزوكي كانت واثقة إن أكيميتسو مستحيل يبص لحاجة زي دي،
لكنها أول ما لفتت له لقت مناخيره بتنزف من الحماس فخطفت الأسطوانة منه. كاجورا قالت إنها بتهزر وقدمت هديتها الحقيقية، رحلة ينابيع ساخنة مدفوعة بالكامل للجميع. وفي آخر الليلة أكيميتسو ويوزوكي راحوا يقدموا قطعة كيك للتمثال ويصلوا. الاتنين حاولوا يطلعوا هدية لبعض في نفس اللحظة، واكتشفوا إنهم اشتروا لبعض نفس سبحة الأزواج اللي شافوها في محل ماري، وافتكروا إن الأزواج في حفلات الزواج البوذية بيتبدلوا السبح بدل الدبل، فوشوشهم احمرت. لكن كيكي قطعت اللحظة واخبرتهم ان معبد ميكازوكي نفسه هيتفتش قبل طقس التوكودو، ولو فشل التفتيش ممكن يقفل. في رحلة الينابيع أكيميتسو دخل حماما خاصا بعد ما شرب مشروبا غريبة، وفجأة البنات دخلوا عليه من غير ما يعرفوا انه موجود. حاول يستخبى وكاجورا شافته لكنها سكتت، ثم قالت للبنات انهم لازم يطردوا لو اتقفش بيتلصص. البنات دافعوا عنه وقالوا انهم هيسمعوا منه الاول، فتأثر وقرر يظهر، لكن كاجورا ضربت المنشفة من عليه بالصابون فظهر قدامهم كاملا وتعالت الصرخات. بعدها اعترفت له كاجورا انها حطت له مادة في المشروب وانها بتشتغل سرا لصالح عيلة ميا، هدفها تطرده من المعبد وترجع ميا لعيلتها، وعرضت تسدد دين 20 مليون كاملا لو وافق يمشي. أكيميتسو فكر في العرض لكنه رفض لأنه وعد يوزوكي إنه هيفضل جنبها ويساعدها تحمي المعبد. كاجورا غضبت وقالت له إنه مش فاهم مشاعر ميا، لكنه رد إن تصرفاتها نفسها دليل إنها بتحب ميا أكتر من أوامر عيلتها. اتكسفت من كلامه فركلته في أضعف نقطة عنده ومشي، وتاني يوم صحى يتأكد إن كل أعضائه لسه في مكانها، وبقى يرتعب لمجرد سماع اسم كاجورا. ميا لاحظت التوتر وقررت تصلح علاقته، فقفلت أكيميتسو وكاجورا مع بعض في المخزن. هناك سألته ليه ما فضحش خطتها، فقال إنه مش عايز يبقى عدوها بل عايز يعتبرها صديقة. كلامه أربكها، وفي النهاية طلبت منه فعلا يكونوا أصحاب، مع إنها في سرها كانت لسه ناوية تخليه يقع في حب ميا. وفي الوقت نفسه تسوكويو بدأت تحلم بأكيميتسو وهو مثبتها على السرير، ولما صحيت لقت نفسها ماسكة كوراجي بدلا منه. حاولت تقنع نفسها إن ده مجرد أثر القبلة اللي حصلت بينهم، لكن غيرتها ظهرت لما شافته قريب من ميا. كاجورا زودت النار وعرضت عليها فيديو لأكيميتسو وميا بيعملوا تدريبات وحركات غريبة، فتسوكويو افتكرت إن بينهم علاقة مشبوهة. استدعت ميا للتحقيق وسألتها مباشرة هل بتحب أكيميتسو؟ ميا أنكرت في الأول، ثم قالت إنه أوسم راجل في العالم وإنه أفضل شريك يساعدها تتحكم في رغباتها، بل وتتمنى تقضي حياتها كلها معاه. تسوكويو اتصدمت من قوة مشاعرها وبدأت تراجع كل المواقف اللي حصلت بينها وبين أكيميتسو، خصوصا وعده إنه عايزها تكون سعيدة. كاجورا اتهمتها بالغيرة لكنها أنكرت بعصبية، وفجأة دخل أكيميتسو ولقى ميا مربوطة بالحبال في وضع مشبوه، فغرائزه اشتغلت فورا. تسوكويو حاولت تواجهه بالفيديو لكن الكاميرا كانت مع كوراجي، ولما شغلت المقطع اتضح إن أكيميتسو وميا كانوا فقط بيطبقوا تدريبا سخيفا فوق حصيرة، وكل سوء الفهم كان من زاوية التصوير. بعدها رجع أكيميتسو للمطبخ، إنه أول ما فتح حلة الرز لقاها فاضية تماما. يوزوكي اقترحت إنهم يلفوا على الناس المرتبطين بالمعبد ويجمعوا تبرعات عينية، أكيميتسو وميا انضموا لها، لكن معظم البيوت رفضوهم بحد. ست كبيرة وافقت تساعدهم بشرط ينضفوا بيتها، وبعد شغل طويل ست تانية استقبلتهم بحفاوة وادتهم كمية رز ضخمة. حكت لأكيميتسو إن أم يوزوكي سوكينا كانت قوية ومخيفة شوية، لكن وجودها كان بيطمن الناس، وبعد وفاتها الكل بقى قلقان من مستقبل المعبد. أكيميتسو وقتها قرر يساند يوزوكي بكل قوته عشان يجيب فلوس لإصلاح التمثال. حاول يدور على شغل سرا لكنه احتاج رقم موبايل. راح يستلف موبايل يوزوكي فلقاها لابسة زي خدمة استعدادا لشغل جديد. حاولت تهزر معاه وهي لابسة ازاي، فمخه وقف لكنه تمالك نفسه وطلب الموبايل. يوزوكي اكتشفت انه بيدور على شغل ورفضت، وقالت له يركز في التدريب وهي هتشتغل 6 شغلانات لو لازم الأمر. أكيميتسو اتعصب وقال لها إنها بتدمر نفسها، لكنها أصرت إنها لازم تشيل المسؤولية لوحدها زي أمها. عشان تثبت إنها مش مرهقة تحدته إنه يخليها تنام بالتدليك. وافق على مضض، ولما بدأ اكتشف إن جسمها فعلا تجاهل أفكاره الغبية وركز إنه يريحها لحد ما نامت غصب عنها. تسوكويو دخلت عليهم في نص الموقف وفهمت الموضوع غلط، وبعدها أكيميتسو طلب منها تخرج معاه تاني يوم. تسوكويو قضت الليل تتخيل إن الخروجة موعد غرامي، ولبست أحسن هدومها، لكن اكتشفت إنه محتاجها بس عشان تدله على محل موبايلات. اتضايقت في الأول إلا إنه مدح شكلها وشكرها، وبعد ما خلصوا اشترى موبايل جديد.
وهي مش عايزة الخروجة تنتهي، طلبت منه يتبادلوا الأرقام. أكيميتسو فرح جدا لأن دي أول مرة بنت تديله رقمها، وشرح لها إن البنات عادة بيهربوا أول ما يسمعوا اسم عيلته. تسوكويو اتأثرت، لكن غيرتها زادت لما فهمت إنه ناوي يستخدم الموبايل في شغل سري خاص بالمعبد. في الناحية التانية يوزوكي كانت فاكرة إن أكيميتسو زعلان منها بعد خناقتهم، راحت تعتذر لكنها شافته بيضحك مع تسوكويو فهربت، وهو كمان أدرك إنه اتكلم معاها بعصبية وقرر يصلح الأمور، لكن كل محاولة بينهم كانت تنتهي بتوتر أو سوء تفاهم. بعدها حصلت ضربة أقوى، عيلة من داعمي المعبد قررت تنقل قبرها المعبد تاني لأنها فقدت الثقة في ميكازوكي. يوزوكي رفضت تاخد منهم أي رسوم التزاماً بقرار أمها القديم، لكنها انهارت من جواها لما قالوا إن المعبد ما بقاش يستحق ثقتهم. قالت إنها مهما حاولت مش هتبقى زي أمها، وإن كل تعبها مش كفاية. وقتها كيكي فاجأتها وقالت إنها مش هتكمل تدريبها، وإن يوزوكي لازم تفهم بنفسها معنى إنها تبقى رئيسة معبد بدل ما تقلد أمها وخلاص. تاني يوم يوزوكي حاولت تتظاهر إنها بخير، لكنها خرجت لوحدها تدور على طريقة تصلح بيها الوضع، ومع الوقت اختفت ومحدش عرف يوصل لها. تسوكويو كلمت أكيميتسو فساب كل حاجة وخرج يدور عليها تحت المطر. فتش في كل الأماكن اللي راحوها سوا لحد ما افتكر المخزن الصغير اللي كان استخبى فيه زمان. لقاها هناك فعلا منهكة وعندها حرارة، لكنها لسه مصرة إنها لازم تبقى قوية ومثالية زي أمها. أكيميتسو فهم أخيرا إن ابتسامتها طول الوقت كانت مجرد غطا للخوف والضغط، فحضنها وقال لها تبطل تشيل كل حاجة لوحدها. بعد ساعات يوزوكي فاقت في أوضتها ولقت أكيميتسو نايم جنبها. الاتنين حاولوا يعتذروا في نفس اللحظة وخبطوا دماغهم في بعض وضحكوا. ولما سألته إزاي عرف مكانها، قال إن المخزن مهم بالنسبة له لأنه المكان اللي هي أنقذته فيه وغيرت حياته. مسك إيدها وطلب منها تسمح له يبقى جزء من علاقتها بالمعبد والناس، لكنها عيطت وقالت إنها مش عايزة تبقى عبء عليه. رد عليها إنه مش بيساعدها شفقة، لكنه بيساعدها لأنه بقى بيحب المعبد زيها وعايز يحميها معاها. الكلام رجع لها سبب حلمها الحقيقي. لما كيكي وصلت يوزوكي قالت لها إنها فهمت إن دور رئيسة المعبد مش مجرد تشغيل المكان أو تقليد أمها، بل حماية الرابط بين المعبد والناس اللي بيثقوا فيه. طلبت منها تبدأ تدريبها من جديد وكيكي وافقت، وهكذا رجعت يوزوكي أقوى من الأول، لكن المرة دي مش لأنها بتحاول تبقى نسخة من أمها، بل لأنها أخيراً عرفت الطريق اللي هي نفسها عايزة تمشي فيه.